انت عايز تعرف اصعب بيعة في التاريخ، او هي مش اصعب بيعة، هو اصعب امتحان اتعمل لناس متقدمة على وظيفة عشان يشتغلوا في شغلانة المبيعات. وكما يقال ان الوظيفة دي كانت في الصين في شركة كبيرة قوي. فمدير الشركة كان في من ضمن الناس اللي تقدموا ثلاثة، هو شايف ان الثلاثة دول كويسين، لكن محتار يختار مين فيهم لان الوظيفة محتاجة شخص واحد بس. فطلب من الثلاثة ان هم يعملوا بيعة، واللي هيقدر يبيع البيعة دي هو اللي هياخد الوظيفة دي. وكانت بيعة غريبة جدا وصعبة جدا، لكن هنشوف ايه اللي حصل فيها. البيعة ان انت حضرتك هناك المعابد البوذية لازم بتوع بوذا دول يكونوا حالقين راسهم خالص وما عندهمش شعر. فقال لهم اللي هيقدر يبيع اكبر كمية امشاط للمعابد البوذية هو دون اللي هيحوز على الوظيفة. الاولاني راح وكافح وعمل كل اللي ما يقدر عليه وفي الاخر باع مشت واحد. التاني عمل كل اللي ما يقدر عليه وقدر يبيع 120 مشت. التالت راح باع 1000 مشت. يبقى اذا اللي بياع الشاطر هو اللي ما يجيش يسأل نفسه، لكن الثلاثة سألوا نفسهم من الأول خالص هنبيع مشاط لناس قرعة ازاي؟ يبقى مش هنعرف نبيع، فكان ممكن يحصل لهم إحباط. لكن هم راحوا حاولوا، لكن اللي قدر يبيع 1000 مشت دون اتحولت الطريقة اللي نجح بيها وقدر يبيع بيها ال1000 مشت إلى علم من علوم طريقة تدريس المبيعات. ازاي بقى علم النهاردة جزء اللي هو عمله دون. هو ده اللي احنا عايزين نقوله الخلاصة في الفيديو دون، ان المبيعات ما هياش زي زمان كده نطلع الاتوبيس والمترو ونحط نعناع على رجل الزبون. وان كانت دي برضو احد طرق المبيعات، لكنها طريقة قديمة. طريقة المبيعات يا حضرات اصبحت علم، ومفيش حاجة اسمها اصل حصل قدامي فما قدرتش. ده طلب منهم يبيعوا مشاط لناس ما عندهمش شعر خالص. ففي واحد قدر يبيع في يوم واحد في بيعة واحدة 1000 مشط. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. طبعا انتوا عندكم فضول عايزين تعرفوا هو باع ازاي، هنقولها المرة الجاية عشان ما نطولش عليكم. لكن كل الخلاصة اللي عايزين نطلع بيها من ورا الكلمتين اللي بنقولهم النهاردة ان العلم يقدر يصنع حاجات كتيرة، من ضمنها انك تقدر تبيع امشاط لناس ما عندهاش شعر. ما تخليش ابدا عقلك الباطن يقول لك البيعة دي معقدة، البيعة دي صعبة، البيعة دي مش هقدر عليها فمش هقدر احققها. لا، اللي بيقول كده هو زي الطالب بتاع زمان اللي كان بيتحجج ما لحقتش انقل الواجب لانهم مسحوا السبورة. دمتم بخير وتابعونا عشان هنقول المرة الجاية حاجة تفيدنا احسن من كده. سلام عليكم.